طب انا هنا اللي هيسالني هيقول لي يا باشمهندس بما انك دارس تصميم داخلي، هل انت مستخدم الباليت كلر المظبوطه؟ مستخدمين الباليت كلر المظبوطه طبعا. القانون بتاع الالوان ال 30 60 10. ال 30 لون الابيض بتاعي اللي انا استخدمته في السقف، ال 60 هي لون الحائط بالكامل اللي هو اللون البريز اللي احنا مستخدمينه. طب وال 10% التطعيم بتاعنا زي اللون المدهب بتاع الاباليك مع نفس الذهبي بتاع النجف مع التجليده الخشبيه بالفواصل المعدن المتل السوداء، فدي ادت ال 10% بتاعتنا بتاعت الباليت كلر اللي احنا استخدمناها. فلما اقول انا باشمهندس ديكور دارس تصميم داخلي، فانت دارس يعني ايه ديكور، يعني ايه تصميم، يعني ايه تنفيذ، يعني ايه فكر بيتحط داخل الوحده اللي انت بتعملها. مش شرط وحده سكنيه، هي اي حاجه تخص الانسان بشكل عام. هيستخدم حمام، مطبخ، الليفنج. الهدف الوظيفي بتاعي انا عندي المطبخ اللي طالع من المطبخ هيطلع الاكل يمشي بسرعه على ترابيزه السفره. مهم جدا ابقى حاطط الحاجات دي في عين الاعتبار معايا وانا باسس وانا بفرش وانا بعمل البلان، عشان لما تبتدي ان انت تشتغل ببلان واضح، تشتغل بفكر واضح. فده اللي يخليك تحقق الديكور او التشطيب اللي تشوفه وتقول الله ينور عليه الباشمهندس ده باين عليه فاهم. ده اللي بنعمله في الواقع بتاعنا. كان مع حضراتكم باشمهندس ابانوب مجدي صاحب شركه ديكوريتنج. شكرا.